السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد في المشغل. انا حابة اشارك معاكم كده اول ترتيباتنا في المشغل. انا بصراحة المشغل بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيه وما رتبتوش، ما اشتغلتش فيه، ما عملتش فيه اي حاجة. كنت سايباه متبهدل خالص. فطبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا، احنا داخلين على موسم جديد، فربنا يرزقنا يرزق الجميع يا رب. فان شاء الله هنبدأ بس نعمل ترتيبات بسيطة كده في المشغل. انا عارفة ان هو انا عندي المشغل طبعا هو مكان قديم، مش مكان جديد ولا اي حاجة. بس هنحاول كده نرتب فيه اي حاجة على قد ما نقدر ان شاء الله، بحيث ان احنا نغير نفسيتنا فيه شوية وننظمه ونرتبه على قد ما نقدر بإذن الله. الهدف من الفيديو يا جماعة ان انا اشجعكم، ان احنا نشجع بعض ان شاء الله، وان احنا نستفيد من بعض. انا مثلا بشتغل، بنظم يومي، بنظم مشغلي، بنظم مكان شغلي. بنشجع بعض، عايزاكم انتوا كمان تعملوا زيي ان شاء الله. ونبدأ واحدة واحدة كده مع بعض، ان احنا نشجع في بعض ونشارك بعض يومنا بإذن الله. انا هنا بس كان عندي شوية قماش كده على الرفوف، فنزلتهم كلهم، وهبدأ ان انا يعني ارصهم او اصنف القماش بتاعي. اصنفه مثلا اللي هينفع تيشرتات هحطه مع بعض، اللي هينفع جيبات هحطه مع بعض، القماش الشتوي هبدأ احطه مع بعض، لان بصراحة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان الاقبال على على اللبس الشتوي عموما قل. فانا هبدأ ان انا الم القماش الشتوي، مش هشيله خالص لكن هركنه كده على جنب، وهبدأ ان انا اطلع الصيفي، لان انا زي ما قلت لكم حاليا مفيش شغل. فانا هبدأ ان انا اشغل نفسي، مثلا هعمل حاجة اعرضها في المشغل، او هعمل حاجة هعملها لبنوتي، هعمل حاجة مثلا لحد انا اعرفه. فهبدأ ان انا بنظم، بس هي كل الفكرة مش فكرة حاجة، هي فكرة تنظيم لحد ان شاء الله ما يبدأ الشغل يجي ويفتح معانا بإذن الله. دي قماش بواقي فرو كانت عندي، وفي معظمها كنت جايباه بالكيلو برضو، فهشيله معايا اوقات بينفع في ان انا مثلا لو عايزه اعمل حرف كده الجاكيت او اي حاجه. يعني هي فكره انا حبيت اشارككم او اشجعكم معايا، لو حابين ان احنا نكمل واعمل لكم جولة في المشغل ونصور لكم بقية المكان، وازاي احنا هننظمه او هنرتبه مع بعض وتقترحوا علينا. فان شاء الله اكتبوا لنا كده في الكومنتات، وكومنت يشجعنا وان احنا نكمل معاكم، وان احنا برضو نشجعكم بإذن الله، وربنا ييسر لنا الخير جميعا يا رب. بإذن الله. انا هنا بس كده بنظم القماش، في حد هنا كانت بتساعدني. احنا ما عملناش شغل كتير. انا هنا بس بوريتكم فكرة ان انا بنظم، او ان انا ناوية انظف المشغل وانظمه والكلام ده. بس بقية الفيديو لو انتوا حابين ان انا انزله لكم كفيديو تشجيعي، روتين كده يحفزكم ان انتي كل واحدة فيكم ترتب مكانها، تبدأ ان هي تستعين بالله، ما تكسلش تشوف شغلها ان شاء الله. وربنا يرزقنا ويرزق الجميع بإذن الله، ويعدي علينا الأزمة اللي احنا فيها دي. انا معظم القماش اللي عندي بصراحة في المشغل يا جماعة، اللي سألني انا عن معظم القماش اللي عندي في المشغل بجيبه بالكيلو، مش بجيب بالمتر. القماش اللي بجيبه بالمتر بجيبه بالطلب فقط، يعني لما زبونة بتيجي جايبة صورة موديل معين وبتبدأ ان هي تطلبها مني، فانا لو مش متوفر عندي في اللي هو القماش اللي بالكيلو، بنزل اجيب لها من المحل قماش بالمتر على حسب طلبها هي، وعلى حسب صورة الموديل اللي هي عايزاها فقط. لكن فيما عدا ذلك انا بجيب قماش بالكيلو، وهو ده اللي بطلع منه الشغل بتاعي، وبعمل منه حاجات وبعرضها، وهو ده اللي انا بشتغل فيه معظم وقتي يعني. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم، تكون عجبتكم او شجعتكم، ولو حتى كده حاجة بسيطة ان انتوا تبدأوا
تبدأوا تنظموا يومكم وتبدأوا تنظموا مكان الشغل بتاعكم وتستعدوا لموسم جديد ان شاء الله. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع بالرزق الحلال يا رب. وما تنسوش لو عجبتكم الفكرة تعملوا لي تكتبوا لي كومنت حلو منكم علشان يشجعنا ان احنا نستمر، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.